ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض محشي بتنجان وفلفل. ده كل المكونات معانا. انا طبعا مقوره البتنجان وغسلها كويس. فاكرين يا حبايبي لما عملت البتنجان المخلل معاكم؟ قلت جزء اخلله وجزء هعمله محشي. وده الفلفل الكبير، ده مش فلفل رومي، ده الفلفل الحامي. بس انا قسماه نصين ومنضفاه حلو من البذر. وهنا مقطعه البصل والخضره معايا، والطماطم مقطعاها نصين. انا هضرب كل المكونات دي بالكبه. فاضلك الرز غسلاه ومصفياه. فاضلك كبتي الحلوه اللي هضرب فيها الخضره والبصل. انا هضرب الخضره الاول والبصل. انا بحب اعمل لهم كلهم ني في ني، ما بحبش اسويها ولا اسوي الرز مع الصلصه والكلام ده، لا. انا بحب اضربها كلهم مع بعض واعملهم في الرز. بصراحة بيدوني طعم حلو. والفلفل طبعا انا قسماه نصين وشلت البذر منه عشان ما يبانش الحرقان بتاعه. انا اول مرة بصراحة اعمله، قلت اجربه معاكم. بصراحة طلع تحفة، طعمه يجنن ومش باين خالص انه حراق. طالما شايلين البذر منه خلاص كده ما فيش حرقان. وهنا ضربت الخضرة مع البصل الاول، وبعد كده هحط الطماطم. انا اسمها نصين الطماطم عشان ايه تبقى سهلة معايا في ضربتها في الكبة. ويا ريت يا حبايبي تقولوا لي رأيكم في الوصفات اللي بنزلها، وتشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. رأيكم حبايبي يهمني جدا. وهنا طبعا خلطت كل الكمية مع بعض، وحطيت الملح والفلفل والكزبرة وكمون، وحطيت البهارات بتاعت المحشي. طبعا هنا ايه هقلبهم كلهم مع بعض عشان الرز يتشرب من الخلطة. انا اقلبهم كويس خالص، وهحط لهم معلقتين زيت كبار، وهحط لها بعد كده معلقتين صلصة. انا بصراحة لقيتها محتاجة صلصة فحطيت لها، ادت لي لون جميل بصراحة. معلش يا حبايبي لو صوتي تعبان، طبعا واخدة دور برد، اعذروني لو الصوت مش واضح. نقلب الكمية مع بعض اهو. وحطينا الزيت. طبعا الزيت بيخلي الرز مفلفل، ما بيخلوش معجن في المحشي، لا بيخليه جميل جدا. كده خلاص قلبنا مع بعض كل المكونات، وهنبتدي نحشي مع بعض الفلفل والبتنجان. انا طبعا هوريلكم اول واحدة احشيها، واوريها لكم ازاي احنا ايه بنحشيها. اهو يا حبايبي بحشيها، بس مش بحشيها جامد البتنجانة، ما نكبسهاش جامد، لا بنخلي فيها براح عشان ما ننساش الرز ني. هيستوي معانا، لما يستوي هينفش في اللي جوه البتنجانة، وطبعا هيزيد. احنا لا مش عايزين يزيد ولا يطلع لبره. يا حبايبي يا دوب عقلة صباع يكون فاضي من فوق، وطبعا ما يكونش مكبوس جامد. زي ما انتوا شايفين كده طرية خالص معايا البتنجانة، عشان الرز معانا لسه بعد ما يستوي هيزيد وهينفش، فمش عايزينه ايه يطلع من بره. والفلفله برضو نفس النظام. انا نسيت ما اقولك يا حبايبي اني نسيت اشيل البتاعه دي، هي لازم نقطعها عشان لما نيجي نسندها في الحله تقف معانا. هنكبس الفلفل برضو مش جامد، بنخلي فضار فيها من جوه. انا حبيت اوريلكم ايه اول حشوه، يعني ما ازاي نحشيها.
طبعا ما تقلقوش حبايبي من المية دي. المية دي هتبقى جوه الفلفلاية، يعني مثلا هتخلي الرز يستوي معانا من جوه. احنا كده كده مش بنزود مية في الحلة، عشان احنا عارفين انه ايه في الرز في مية الطماطم والبصلة اللي ضربناها في الكبة. زي ما انتوا شايفين كده خلاص الفلفلاية ما كبستهاش جامد. طبعا هنخلص الكمية كلها وارصها في الحلة. حبايبي خلاص رصيتها في الحلة، رصيت الفلفل، شايفين مرصوصة جميلة ازاي. طبعا الرز مفيش ولا رزاية طالعة من بره عشان انا ما كبسهاش جامد. وطبعا هنحط المية لازم تكون مغلية، وما تبقاش المية كتيرة، يعني يدوب تبقى ربع الحلة من تحت مش كتير. وهنحط للفلفل برضو مش كتير مية. طبعا هتاخد غلوتين الاول، وهغطي عليها وهوطي عليها النار خالص، كأنك بتسوي الرز. انت لما بتيجي تسوي الرز بتوطي النار خالص. والمحشي برضو كذلك توطي عليه النار خالص عشان ما يتشتش معاكي في قعرة الحلة من تحت. طبعا يغلي الغلوتين واوطي عليه النار واغطيه. وبكده يا حبايبي عملنا مع بعض المحشي. شايفين جميل ازاي وطالع بالواحدة، مش معجن ولا مكبس ولا بتنجانة مفتوحة ولا الفلفلة، لا طالع بالواحدة وجميل، والرز مفلفل وطعمه خطير زي ما انتوا شايفين كده. يعني يدوب كام واحدة كده زاد فيها الرز. وطبعا البتنجان اهو مفيش ولا رز زي من بره. عايزه اقول لكم حبايبي طعم الفلفل ده يجنن، صدقوني مفيهوش ولا نسبة حرقان خالص، عشان احنا منضفينه كويس ومنضفين منه البذر. جربوها وهتدعولي، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي يا حبايبي.